هل فكرت في يوم ان خوفك من الضلمة يكون له تفسير علمي؟ في فيديو النهاردة هنعرف ليه عقلنا مخزون للقلق لما الدنيا بتسود. من 100,000 سنة كان البشر فريسة لمفترسات الليل وهم بيصطادوا في الضلمة بالليل. دراسة تورونتو سنة 2012 وضحت ان القلق في الضلمة مش ذعر لكن حالة تأهب طبيعية. زي ما بيقول العالم فيران تيس ان سايكولوجي، المخ واخد ان الضلمة دايما تهديد لان الرؤية اقل والعقل بيبدأ يكمل صورة الاخطار ممكنة وحالة فقدان الهدوء دايما علشان نفضل صاحيين ومستعدين. تجربة للاطفال من عند 4 ل 6 سنين، الخوف من الضلمة بيكون للاعلى. نقلنا للشباب، بنشوف مرتبة الابداع لكن لما يزيد بيبقى اخطر. ازاي نتجاوز الخوف ده؟ حط ليث نار فيه او سترينج لوجيك للحيطة. مارس تخطي الخوف تدريجيا او التعرض للعلاج، او تستخدم التأمل وتفتكر سورة الفلق، مثلا قل اعوذ برب الفلق. لو زايد استخدم مساعد نفسي. الخوف من الضلمة مش عيب لكن ربنا خلقك عشان تتغلب عليه. سؤال ليك بقى، ايه اكتر تجربة قلقتك في الضلمة؟ استنى، لكن في حاجة بتحصل لنا كل يوم وبرضه مش بنفهمها كويس. ليه بننسى؟ وليه دماغنا ساعات بيفصل وينسى الحاجات المهمة؟ في الحلقة الجاية هنجاوب على السؤال ده وهنشوف ازاي ان النسيان ممكن يكون له سبب منطقي. يوم السبت الساعة 7:30 مساء هنزل فيديو عن النسيان. اشترك عشان ما يفوتكش الفيديو الجاي. سلام.